تاني سبب إن عندهم مدربين لغة متخصصين. المصدر اللي هم بيتعلموا منه مصدر تعلم ثقة موثوق فيه، لأن الأندية الكبيرة بتوفر مدرسين متخصصين لتعليم اللعيبة لغة البلد اللي هم فيها، أو بيبقى في مراكز بتقدم كورسات لغة مخصصة للعيبة الكورة. فالمدرس بيبقى محدد من خبرته اللاعب محتاج ايه من اللغة في مجال كرة القدم، وأسهل وأسرع خطة توصله للي هو محتاجه. فحاول تختار مصدر موثوق فيه تتعلم منه اللغة عشان ما تشتتش نفسك من غير خطة واضحة. وهنا بيجي دور السبب الثالث. السبب الثالث هو تحديد الهدف من اللغة والتركيز عليه، إن بيبقى هدفه مستوى اللغة المفيدة مش اللغة الكاملة أو المثالية، لأن اللغة بحر واسع، فبتحتاج إن أنت تحدد هدفك من تعلم اللغة والوجهة بتاعتك اللي هتمشي في اتجاهها. فهنا لعيب الكورة بيركز في الأول على الجمل اللي هيقولها لزمايله في الملعب، الجمل اللي بيقولها المدرب، الأسئلة اللي بيسألها الجمهور والصحافة في اللقاءات والمؤتمرات، لأنه مش محتاج في البداية يجمع حصيلة جمل وكلمات في مجالات تانية زي الاقتصاد أو الفيزياء مثلا. فالتركيز على هدف محدد واضح والتعلم المكثف على مجال كرة القدم بس هو اللي بيظهر النتائج بسرعة، ويبان مستوى التطور العملي في شهور قليلة أو أسابيع قليلة كمان.